جايب لك كده شويه لقطات وجايب لك الجدول قدامك اهو عشان تعرف ان الاهلي خلاص خلص الدوري ان شاء الله. الاهلي دلوقتي فرق بينه وبين بيراميدز 8 بونت. لو الاهلي خد الاربع مؤجلات بتوعه هيبقى الفرق بيننا وبين بيراميدز 4 نقاط كامله. يعني الاهلي خلاص راكب بيراميدز والاهلي اكلينيكيا خلص الدوري. مباراه النهارده عشان تبقى عارف، جون قفشه هو جون الدوري. القضيه الثانيه النهارده هي قضيه الدوري. يعني في ناس كتير بتقول ان الاهلي لعب حسين الشحات مش ضربه جزاء. هقول لك ليه هي ضربه جزاء وجايبها لك بالصوره اهي. بس بص كده للجزء اللي على شمالي ده ولا اللي على يمينك دلوقتي. 4 اخطاء عكسيه حسبهم الحكم ده. الحكم حكم ضعيف جدا، ولو حكم مصري كان لعيبه الاهلي وبيراميدز فرتكوه بالبلدي كده. يعني لو حكم مصري كان لعيبه الاهلي وبيراميدز ضربوه واتخانقوا معاه وشاوروا للجمهور وشاوروا للمدربين وفرجوا علينا الناس. الحكم حكم على قده بالبلدي، على قده. اللي فاهم كوره هيفهمنا. بس نبعد عن نظريه المؤامره، يعني نشغل مخنا كده ونبعد عن نظريه المؤامره. لو حد مريض نفسي، حد عنده عقده ان انتوا يعني الاهلي ده مثلا فوق والدنيا كلها تحت، يبقى الكلام عمره ما هيوصلك لو قعدنا نتكلم مليون سنه. لازم تشغل مخك وتفهم. بص الاربع لعبات دول، واحده فيها احتمال ركله جزاء لعبد المنعم، الحكم عداها مش مشكله اللي هو شايفه. امام عاشور واخد الكوع في ظهره، لعبه في نص الملعب، الحكم عداها اللي هو شايفه. حسين الشحات واخد رجل في وشه، الحكم عداها اللي هو شايفه. الشيبي لما نزل واخد طاير بالحضن، الراجل كان هيروح يعمل انفراد زي حسين الشحات كده اللي جاي منها ضربه الجزاء، كان هيروح يعمل انفراد او يعمل عرضيه بجون. الشيبي خده بالحضن، الحكم ما شافهاش اللي هو شايفه. لما يجي بقى يحسب ركله الجزاء، عامل لي انت مفتح ومرم وطالع تتكلم وتقول لي اصل دي مش ضربه جزاء. ما تشغل مخك، ما هو كان ممكن يدينا اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه بجون. عبد المنعم دي ما يدينا ضربه جزاء وهيروح للفار وبتاع وهيديها لنا وجون. لكن الحكم حكم اللي هو شايفه. قلت لك ان هو على قده. تعال بقى نروح للعبه حسين الشحات دي وشوف حسين الشحات لما كان محمد حمدي. حسين الشحات تقل على الكوره وفضل مستني وعارف ان اللاعب اللي جاي هيتزحلق. بص حسين الشحات لما قطم بمحمد حمدي عمل ايه؟ هيحط رجله اليمين فين؟ رد انت عليا. بيقول لك اصل حسين الشحات رجله اللي راحت له واتعامل معاه، واصل حسين الشحات عايز يعمل ضربه جزاء. امال انت عايزه يعمل ايه؟ ما هو بتوع الكوره، هكلم الناس اللي بتفهم كوره برضه. ما هو بتاع الكوره ده ذكائه انه ياخد ركله جزاء صحيحه. ذكائه انه ياخد ركله جزاء صحيحه. ازاي؟ ان هو تحصل له اعاقه. هو بقى مصطنعها، هو راسمها. بس هو ايه اللي حصل؟ حسين الشحات قطم بالراجل وطلعه عشان يربط في الاعلانات زي ما انت شايف كده. محمد حمدي وصل للاعلان، يعني حسين فسحه بالبلدي بلغه الكوره. الراجل ده جاي مندفع وحسين الشحات قطم بيه عشان يحط رجليه اليمين على الارض. هيحطها فين؟ بص للصوره دي وروح عيدها انت فيديو وقول لي. هتقول لي بقى اصله رفع رجليه زياده، اصله وداها شمال، اصله وداها يمين. ينزل برجليه على الارض ازاي؟ لازم يحطها على الارض، هتنزل على محمد حمدي. طب هو ضرب محمد حمدي؟ ده الراجل بيرقص وبيلم برجليه اليمين. الراجل خد رجليه اليمين وخد معاه جسمه كله وسحبه، عمل ركله جزاء وما فيهاش كلام ومش عايزه غير بس شويه مخ. اتفرج على الماتش كله تاني وشوف الحكم ده حسب كام قرار عكسي على النادي الاهلي. هتعرف ان دي اللعبه الوحيده اللي الراجل ده ادانا حقنا فيها. بخلاف كده حكم على قده. قلت لك طبعا ده جاي من اسبانيا، اتحاد الكره اللي جايبه. يعني كل اللي بقول لك عليه ده احنا ملناش دعوه، الاهلي ملوش دعوه. واصله ولا نقوله كمان؟